صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الحلقة دي. أنا مصطفى الشاعر، ودي حلقة جديدة من برنامج حواديت شاعر. اسكندرية، اسكندرية يا قهوة مظبوطة. اسكندرية يا قهوة مظبوطة، يا رياح قديمة ونوة في يناير، يا جراح اللي فيها البحر شربتها العماير، في الليل مفيش غيرنا أنا وإنتي والمطرة. أنا اسكندراني فطبيعي إني هكون منحاز لاسكندرية شوية، وعشان كده حدوتتنا النهاردة من اسكندرية. بس قبل ما نحكي ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، شغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا. والدور رغي كتير، خلونا ندخل في الحدوتة على طول. زمان كان في صراع ما بين راس التين والسيالة على زعامة بحري، وعشان تبقى زعيم بحري لازم تكسب سباق القوارب اللي بيتعمل كل سنة ما بين راس التين والسيالة. راس التين كانت دايما بتدخل السباق ده بالبطل بتاعها طلبة، أما بقى السيالة كانت بتدخل بالدكش. وفي مرة من المرات الدكش تعب قبل السباق، فقال لهم يا جماعة أنا مش هقدر أدخل السبق ده، هاتوا حميدو يدخل مكاني. فعلا بيجي حميدو عشان يبتدي السباق بين ممثل السيالة حميدو وبين ممثل راس التين الدكش. ومع بداية السباق بيحصل هتافات كتيرة قوي ما بين مشجعين راس التين وما بين مشجعين السيالة، عشان نسمع أهالي السيالة وهي بتقول قفة ملح وقفة طين على دماغ راس التين، فيرد عليهم أهالي راس التين ويقول لك سيالة يا سيالة يلي ما فيكيش رجالة. وكل ده كان بيتعمل في إطار من الحماسة ما بين المنطقتين دول. ويبدأ السباق وينتهي بسرعة جدا بفوز حميد عشان يحصل على زعامة بحري أهالي السيالة. ولكن للصدفة إن في السباق ده بيكون حاضر الخديوي عباس التاني، ومع نهاية السباق بيعجب الخديوي عباس حلمي التاني بحميدو، وبيقرر إنه يديله بعض الريالات الفضة، فبيحدفها له في الهواء وتقع على الأرض، وبيرفض حميدو إنه ياخدها وبيعتبرها إهانة إنه يوطي على الأرض ويجيب الريالات الفضة. فبيتعصب عباس حلمي التاني وبيقرر إنه يعزم حميدو عنده في القصر في حفلة علشان يبارز واحد من الخدم بتوعه، وبيكون هدف الخديوي إنه يكسر عين حميدو. ولكن حميدو بيقبل التحدي وبيقول للخديوي ربنا كبير يا فندينا. حميدو الفارس كان من فتوات زمان اللي كان معروف عنهم ان هم بيحموا المنطقة، اللي كانوا جدعان وبيخافوا على اهل منطقتهم قوي، مش زي ما اتظلم تاريخيا واتقال عنه انه كان بلطجي وبتاع مخدرات زي ما اتقال مثلا في فيلم حميدو اللي مثله فريد شوقي وهدى سلطان. حميدو كان بيجمع الرجالة كل يوم بالليل في قهوته ويسمع مشاكلهم ويحاول يحلها لهم، عشان كانوا بيعتبروه السند والظهر ليهم، راجلهم اللي يقدر يحل لهم كل مشاكلهم. وفي مرة من المرات الشيالين والصيادين في المينا جريوا على الريس حميدو وقالوا له الحقنا القبطان الانجليزي اكل عرقنا ورفض انه يدينا حقنا. فبيقول لهم حقكم عندي انا يا رجاله، بكره بالليل تجولي هنا على القهوه وانا هجيب لكم حقكم. وفعلا يومها الفجر بيطلع حميدو على المركب وبيسرق كل حاجه عليها حتى هدوم القبطان الانجليزي، وفعلا بيرجع على القهوه ويوزع كل الغل على الرجاله ويقول لهم حقكم قدامكم، كل واحد ياخد نصيبه بس محدش ياخد اكتر من حقه. وفعلا الرجاله بتاخد نصيبها وبتاخد كل حقوقها، فبيتفضل جزء يقولوا له ده حقك يا ريس حميدو، يقول لهم لا. وفعلا يوزع بقيه الغنايم على اهالي المنطقه وعلى كل حد محتاج، والناس تحب حميدو اكتر وصيته يعلى اكتر. وعشان كده يوم ما الدكش تعب قال لهم هاتوا حميدو هو اللي يلعب مكاني في سباق القوارب. وفعلا يحصل السبق ويكسب حميدو زي ما قلنا ويتعزم عند الخديوي ويروح. الخديوي كان عايز يكسر عين حميدو، وفعلا بيجيب له واحد من الأغوات. وللي ما يعرفش الأغا ده هو اللي بيحمي حريم السلطان،
أو حليم الخديوي، فلك أن تتخيل قوة الراجل ده بتكون عاملة إزاي. وفعلا بيبتدي النزال ما بين حميدو وما بين الأغا، وحميدو يلف والأغا يلف وراه، حميدو يلف والأغا يلف وراه. ومرة واحدة حميدو بيبص على السقف، يبص معايا الأغا يطير في السقف، يضرب لمبة ينزل يخبط دماغ الحارس، في لحظتها يوقعه على الأرض بدون ما يتلمس، في نزال ما دامش أكتر من 10 ثواني. بيعجب قوي الخديوي باللي حصل من حميدو، ويقول له: عفارم حميدو، حميدو فارس. ومن يومها يحصل حميدو على لقب حميدو الفارس بفرمان ملكي من الخديوي، ويفضل حميدو الفارس واحد من فرسان زمانه اللي الناس بتحبهم والتاريخ ظلمهم. حميدو ما كانش بلطجي، حميدو كان فارس في زمن قل فيه الفوارس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حدوتة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، خليك فارس، وشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا. سلام. أنا قلبي فارس.